ايه ده؟ هو في ايه؟ شايفين الست وقعت ازاي؟ ايه ده؟ الست دي ولا واحد عامل نفسه ست ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه. يا لهوي مش قادره. ايه ده؟ ايه الحيوان الغريب ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ركزوا كده في شكل الرجل. ده مش حيوان، ده بني ادم وعامل نفسه حيوان. ايوه بقى، عرفتكم انتوا يا بتوع الكاميرا الخفيه. يا بتوع الكاميرا الخفيه. عامل في نفسك كده ليه يا بني ادم؟ عامل في نفسك كده ليه؟ وقعت الست الغلبانه اللي عامله نفسها ست دي، ولا ده ذكر ده ولا ايه؟ ما علينا يعني. بس اللي هو حرام عليك، حرام. حرام. والله العظيم مسخرة، بجد بجد الفيديو مسخرة قوي، انا مش قادرة. ده بيضرب الحيوان؟ طب بتضربه ليه؟ على فكرة ده مش حيوان، وحتى لو حيوان ما ينفعش ان انت تضربه بالشكل ده، لان هو مهما كان هو حيوان ومش فاهم. اي نعم اللي في الفيديو مش حيوان، هو بني ادم. بس انا بتكلم عموما عن الناس للاسف اللي بتقعد بشوفهم مثلا، اللي بيبقوا مشايلين الحصان فوق طاقته ومطلعين عينه ويقوموا ضاربينه علشان مش عايز يمشي. معلش هيمشي ازاي؟ قولي هيمشي ازاي وانت مشيله فوق طاقته؟ انت لو ماسك شنطة فيها شوية حاجات 5 كيلو بتتعب، لما انت تبقى مشايله معرفش ايش طوب وايش معرفش ايه وايه 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 وايه، وكمان بتتضايق علشان مش قادر يمشي. ما هو ايه؟ ده حيوان مهما كان، مش بني ادم. بيحس وبيتألم. فبتضايق قوي لما بلاقي اشخاص بني ادمين بيضربوا في الحيوانات وبيعذبوهم وبيعملوا فيهم، بتضايق قوي. ببقى عايزه امسكه كده اقوم ضرباه واقول له شفت بقى هي بتوجع ازاي؟ شفت اللي انت بتعمله في حيوان؟ هو مش يعني اللي هو حاسس بس مش قادر يتكلم. شفت بقى انت لو حصل فيك كده انت مش هتقدر تستحمل. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللي هو حاولوا تبقوا طيبين اكتر من كده على كل اللي حواليكم، مش شرط حيوانات بس، البني ادمين كل الناس. الضرب وكل الحاجات ده شيء مؤذي جدا اذا كان لبني ادم او حتى الحيوان. بعيد عن الفيديو، هو ايوه مضحك وكل حاجة، بس الموضوع فكرني بالضرب الحيوانات، وقد ايه بشوف الحسينة يا عيني بتتعذب والكلام ده.